الحقيقة أني سألت نفسي سؤال في هذا الصباح المبارك باكرا. قلت يا ترى مين اللي دخل عند التاني؟ العذراء دخلت الهيكل، ولا النهاردة الهيكل هو اللي دخل إلى قلب العذراء وأصبح قلبها هيكلا؟ ما هو يعني ممكن أنا أدخل الهيكل وأدخل كنيسة، والكنيسة لا تدخل إلى قلبي وإلى فكري. ممكن أدخل الهيكل ولكن الهيكل يظل بعيدا عني ولا يدخل إلى قلبي. أيهما أفضل، أو أيهما أهم، أو أيهما أقدم؟ مين اللي بيدخل في حياة التاني قبل التاني؟ أنا ممكن أدخل هيكل من قبل ما أدخل هيكل، أدخل كنيسة قبل ما أدخل كنيسة. ده أنا ممكن أكون أنا كنيسة متحركة. ويقول الشيخ الروحاني: أعطنا يا رب أن ندخل بك إلى هيكل أنفسنا فنراك يا ذخيرة الحياة المخفية. وأتذكر المقولة الخالدة التي للبابا شنودة: ظللت عمرك تخدم بيت الرب، فمتى أراك تخدم رب البيت؟ يعني العذراء لما دخلت الهيكل دخلت بأعماقها، لم تدخل بجسدها.